السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي، معكم أم عائشة. النهاردة بقى يا جماعة عمر الفراخ ده 8 أيام ما شاء الله. دي الفراخ اللي هي البلد الهجين العالي، شايفين؟ اللهم بارك. أنا كنت جايباها عمر يوم، فما شاء الله بدأت بقى تلون كده والريش طلع في جناحاتهم، ما شاء الله اللهم بارك. بس طبعا شايفين الفرشة عندهم عاملة ازاي؟ دي كده خلاص عايزة تتغير، شايفين؟ ده تبن على نشاره. بس دي طبعا انا هغيرها، لان انا زي ما اتفقنا مع بعض في الفيديوهات قبل كده، اهم حاجه النظافه. النظافه هي اللي بتخلي حيويه الفرخ كويسه وبتديله نشاط. يعني حتى الفراخ بتحس بالنظافه ما شاء الله. لما بنغير الفرشه الكتكوت بقى بيبقى مبسوط وبيفضل يجري ويتحرك وكده، وبياكل اكتر وبيحول اكتر. يعني العلف اللي بياكله ما شاء الله بيحولوا اللحم. هم مخلصين طبعا ميه ومخلصين علف والدنيا متبهدله عندهم. وطبعا هننضف بقى كل ده وهنعلفهم مع بعض، هنحط العلف ونحط الميه. وخليكم معانا بقى، تابعونا كملوا معايا الفيديو للاخر علشان تستفادوا. هنرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله. رجعت لكم تاني بقى بعد ما نضفت المكان. شايفين؟ دي بقى نشاره جديده. النشارة ديت بنجيبها من عند النجار، يعني اي نجار جنبكم في المنطقة تجيبوها منه، او تبني. بنفرش بس طبقة خفيفة تمتص الزرق بس. الجو حر وكده مش محتاجين فرشة تدفيهم يعني. شايفين؟ انا فرشة شكاير هنا، دي شكاير اهيت اللي هي بتاعة العلف. تحتها كمان مشمع علشان احنا الرطوبة ما توصلش للأرضية، أرضية السطح يعني. شايفين؟ الفراخ بتحب النظافة قوي ما شاء الله، بيزيدوا اصلا على النظافة. هنحط لهم العلف بقى دلوقتي، هما جعانين قوي. بس هما طبعا بيخافوا، رايحين في الجنب كده بيخافوا. شايفين ما شاء الله؟ مش هنكتر لهم علف، احنا بس هنحط يعني اللي هنبص عليهم كمان شوية بس، بنرش شوية كركم بس كده على العلف. هما طبعا متعودين عليه، انا معودهم على الكركم من عمر يوم. شايفين ما شاء الله؟ الفراخ اصلا هتحس بالنظافة دلوقتي، بيجروا بقى ويلعبوا وبياكلوا، بس هما حرانين. جو حر، درجة الحرارة دلوقتي الأيام دي يعني صعبة قوي، فالله يكون في عونهم. شايفين ما شاء الله؟ هما بقى هيقوموا بقى ينقروا كده براحتهم، ياكلوا بقى وقت ما ياكلوا. بس أحسن أصلا وقت للفراخ وتحويل اللحم ده بيبقى بالليل، لما بيبقى الجو طراوة. شايفين ما شاء الله؟ نحط لهم بقى المية. الأساس دي اللي هي الأملاح المعدنية والفيتامينات، دول اللي كانوا فايضين من التحصينات. يعني أنا كنت حطيت 3 أيام وخلاص، وبعد كده منعت دول اهو. حطيت 3 أيام وريحت كده 3 أيام أو 4 أيام، هبدأ أحط لهم تاني غطا من الأملاح المعدنية وغطا من الفيتامينات على لتر مية. شايفين هما بدأوا ياكلوا اهو. هنحط لهم بقى غطا من الفيتامينات دي. شايفين؟ وغطا من الأملاح المعدنية.
دي على فكرة بتساعد على طلوع الريش وبتقوي رجليهم ما شاء الله. شايفين غطا من ده وغطا من ده، بس احنا ريحنا 3 ايام يعني. حطينا لهم قبل اول ما جم بعد ما خلصنا المضاد الحيوي، حطينا لهم الفيتامينات والاملاح 3 ايام وريحنا 3 ايام ورجعنا نحط لهم تاني. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بنقلبه كده، شايفين ما شاء الله. شايفين بقى ما شاء الله بدأوا ياكلوا اهو. هما خايفين بيروحوا على بعض ازاي. الفراخ دي يا جماعة جميلة جميلة جدا، تربية انا بحبها قوي يعني. انا ربيتها قبل كده ما شاء الله. بتتذبح على 2.5 أو 3، بتديكي اوزان عالية جدا ما شاء الله. طعمها كمان كويس. اسمها البلدي الهجين العالي. في بلدي هجين وفي بلدي هجين عالي، دي العالي بقى ما شاء الله. انا بنصحكم برضو يا جماعة لو عندكم مكان، لو عندكم بوكسة ممكن تربوهم في بوكسة عادي يعني. لو عندكم حتى بوكسة في البلكونة ممكن تربيهم وتجيبوا على قدكم يعني، تجيبوا 10 أو 15 على قد المكان اللي عندكم. حلوة تستفادوا وهي تسلية برضو يعني. بتعتبريها زي شغل البيت. فما شاء الله بدل ما تشتروا برضو من بره الحاجة اللي مربينها على ايدينا، واحنا اللي بنأكلها واحنا اللي بنشربها واحنا اللي بننضف لها وعارفين احنا مأكلينها ايه والنظافة عندهم عاملة ازاي، فبناكلها واحنا مطمنين. فما شاء الله اللهم بارك. لو محتاجين اي سؤال اكتبوه في التعليقات وانا هرد عليكم. انا ام عائشة ودي قناتي، وتابعوني واعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وده كان فيديو النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.